يا صباح الخير. قررت امبارح بعد ما رجعت ان انا ما اعملش اي حاجه واني اعمل كوبايه قهوه واقعد اتفرج على فيلم. الحقيقه ما كانش عندي استعداد اعمل اي حاجه، فقلت النهارده خلاص وهقفل تليفوناتي واتفرج على فيلم، مش هعمل اي حاجه. وطلع لي فيلم اسمه جاكي. جاكي فيلم بيحكي عن قصة زوجة جون كينيدي بعد مقتله، وازاي بدأت تتعافى، وازاي ان هي بدأت تعيش ترجع لدقة حياتها بعد مقتل جون كينيدي. والحقيقة الفيلم بيظهر لك قد ايه الامريكان قادرين على ان هم يمنطقوا لا منطق، ويخترعوا ويبتكروا وقائع تظهر لك انهم على حق دون ان يكونوا على حق. والحقيقه ان السيناريو دوت اتكرر معانا كذا مره في الفتره الاخيره في المنطقه بتاعتنا، المنطقه العربيه. فنلاقيهم ضرب ايران والقصه اللي عملوها والنصر العظيم اللي طلع عمله الباشمهندس ترامب، بينما هم متفقين مع ايران وايران عارفه ونقلت اليورانيوم المخصب. بدليل ان طلع نتنياهو من كام يوم يقول لك احنا عارفين اليورانيوم ده فين وانهي حته وعارفين كل حاجه. فهم عارفين ان هم اتنقلوا وهم عارفين ان هم هينضربوا. ده مفيش واحد، يعني هم عارفين ان هم هينضربوا. مفيش واحد ضرب على الطيارات اللي جت دي، كام طياره اللي دخلوا وعملوا القصه والفيلم اللي عملوه والشغل اللي عملوه دوت، مفيش واحد ضرب عليهم رصاصه بجنيه. فيعني ما فيخلق لك واقع ان هو يطلع انا عملته وضربته، كانت قصه ملحميه و36 ساعه طيران. هو القصه كلها متفق عليها. وترجع ايران تضرب قطر بالاتفاق، وتطلع اسرائيل تاني تضرب قطر بالاتفاق. طيب ليه كل ده؟ علشان هو عايز يخلق وقائع يبني عليها حقائق بعد كده. حقائق مش موجوده، ولكن يظهر للجميع ان في حقائق موجوده، ان انا قدرت اضرب قاده حماس في اي حته، حتى ولو كانوا اصدقائنا في بلد اصدقائنا، ولا حد يقدر يجي ناحيتي في الشرق الاوسط، ولا حد يقدر. فيبدا يعمل لك، رغم ان هو متفق عليه، يعني رغم ان هو فيلم موفي يعني، والا ما يبقاش، يعني ما فيش حد يعني عاقل واحد في المليون ممكن يتخيل ان اسرائيل عندها الجرأة انها تعمل كده في قطر دون ان يكون القطريين عارفين طبعا. ولكن ليه القطريين يوافقوا لان في مصالح كتيره وفي توازنات كتيره. الحقيقه ان تشابك المصالح بين منطقتنا العربيه والامريكا في الفتره ال 40 50 سنه الاخيره خلت الموضوع بقى معقد جدا جدا ان انت تتخارج. يعني القصه بقت فعلا صعبه جدا. الخطر الاكبر في اللي جاي ان الفتره اللي فاتت بدا الامريكان يخلوا بعض الدول العربيه ومعظمها ويمكن كلها انها تبقى في حاله من الحياديه، ان انت تحيد هذه الدول بعيدا عن القضيه. الحقيقه ان الغلطه اللي عملتها حماس بعد ما اوقع بيها 7 اكتوبر ومن قبل 7 اكتوبر، وفي السياسات اللي هي انتهجتها قبل 7 اكتوبر، الحقيقه خلت ان بقى في فرصه سانحه للاعداء ان هم يحيدوا بعض الدول. لما تلاقي حد بيعمل غير مصلحتك وضد مصالحك السياسيه والاستقراريه والحكم في بلادك، وهو ملوش اي علاقه بالموضوع، انت هتبدا تاخد منه جنب على الاقل، يعني على الاقل. ورغم ان دي تعتبر من الاخطاء السياسيه العظيمه اللي وقعت فيها المنطقه بتاعتنا، وانا لا يعني لا اعفي احدا يعني، ولكن ده اللي حصل. والحقيقه ان ده خطا غير يعني غير مسموح به، لان احنا حتى في ديننا ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يجرمنكم شنآن قوم على الا تعدلوا. فالحقيقه حتى وان كانت حماس انحرفت سياسيا بعيد عن القضيه الفلسطينيه وعملت على بعض مصالح بعض الدول ضد الدول اللي هي المفروض بتساعدها والدول العربيه، الا ان ده ما يخليناش ان احنا نبتعد عن القضيه الاصليه وان احنا نساعد في القضيه الاصليه. لان الحقيقه الخطر جاي. خطة ترامب هي كانت الخطة المصرية فيما عدا مجلس السلام اللي هو عمله بقيادته، وحاطين له فيه توني بلير مهندس الاحتلال العراقي والكاره للعرب بكل طوائفهم. والحقيقة دي
بداية غير مشجعة. حماس النهاردة بقت في حطت نفسها في خيارين أكثرهم أقلهم سوءا الخيانة، لأنه قدامهم حل من اتنين: يا يقعدوا وبالتالي هتنهي غزة كاملة، لأن القوة اللي موجودة قوة غاشمة وعايزة تعمل كده، فيا إما تعاند وترفض وتبقى أنت كده أنهيت الموضوع وسهلت لهم طريق إن هم يدمروا الباقي في ظل هذا الصمت العالمي، أو إنك تخرج وهتبقى خاين. الحقيقة إنك هتبقى خاين، لأن يعني بعد اللي أنت عملته ده كله وجوعت الناس وموتت الناس والهيصه اللي انت عملتها في خلال السنتين، وفي الاخر تاخد بعضك وتمشي تروح تقعد في تركيا. تركيا، لان الاتراك داخله دلوقتي بقوا في الوساطه مع قطر ومصر، وطبعا الاتراك جايين علشان ياخدوا الكشوفات بالاسامي اللي هتروح، لان الحقيقه تقريبا الاتفاق ده. فالحقيقه ان انا القضيه بقت معقده، ولكن النتيجه الاخيره ان غزه راحت. يعني النتيجة زي ما قلنا قبل كده، وانا قلت يمكن 16 مرة في فيديوهات قبل كده، ان غزة هو الفيديو اللي عمله ترامب، تلتين غزة هيبقى خلاص ريفيرا زي ما هو عايز، والتلت هيتساب للغزيين اللي هيفضلوا عدم الخروج من غزة، لان الحقيقة في ناس كتير هتخرج في ظل هذا الجوع وظل هذا العدوان وظل هذا الصمت من جميع الشعوب. الحقيقة إن غزة الغزيين مش هيلاقوا قدامهم طريقة غير إن هم يروحوا أي مكان يقدروا يحافظوا على نفسهم وعلى أولادهم. والحقيقة إنك ما تقدرش تلومهم، لأن في الآخر أنت بتتكلم في حياة ناس بقالهم سنتين بينضربوا. لا والله، ولكن هو ده التحليل اللي أنا شايفه من وجهة نظري، وهنشوف ايه اللي هيحصل في الفتره القادمه. اشكركم على حسن المتابعه، ارجوكم ما تنسوش تعملوا لنا لايك وشير على فيسبوك وتيك توك، سبسكرايب على اليوتيوب. انا عمرو محمود، ودول كلمتين من القلب. صباح الفل.